وش يقول رونالدو؟ يتكلم جد ولا يمزح؟ اسمع زين، ما أدري ليه الفيفا للحين تعتبر الدوري السعودي ضعيف. أنا متأكد أن دورينا من أفضل 5 دوريات في العالم، بل أقوى من الدوري الفرنسي بكثير. طيب يا رونالدو، تقول أنكم من أفضل الدوريات في العالم وتقول بعد أنكم أقوى من الدوري الفرنسي. طيب ورنا نشوف إذا قد الكلام ولا بس حكي. طيب لحظة، وش الطريقة اللي نثبت فيها الكلام ذا؟ خلاص جتني الفكرة، هذه أحسن طريقة عشان نتحقق. وش اللي جابك لهنا يا رئيس الفيفا؟ سمعت آخر تصريح لرونالدو يا خيسوس؟ وش قال؟ رونالدو معروف إنه كلامه غالباً يكون في محله. صراحة ما أشوفها هالمرة. ها، وش قال؟ تكلم. بكل وقاحة يقول إن دوريكم من أفضل 5 دوريات في العالم، وزادت الوقاحة لدرجة يقول إن دوريكم أقوى من الدوري الفرنسي. طيب وين الخطأ في اللي قاله؟ أنت بعد موافق على هالكلام؟ إيه موافق. دامك موافق أجل، عندي تحدي لك ولدوريك يا خيسوس. يا جدي خيسوس، ليه اخترت الهلال بالذات؟ وانت تعرف علاقتنا مو زينة مع بعض. يا وليدي رونالدو، الهلال مهما صار يبقى من أقوى الفرق، وتوحيد قوتنا هو الطريق إننا نثبت للعالم إننا الأفضل. ماشي يا جدي خيسوس، بسمع كلامك، بس بصراحة أحس لو لعبنا لحالنا نطلع أقوى. ها جدي خيسوس، رونالدو وش جابكم هنا؟ أبي أتكلم مع مدربكم في موضوع مهم. تفضل يا جدي خيسوس، هذه غرفة المدرب. اسمع يا رونالدو، خلك هنا، بدخل أنا لحالي. أبشر يا جدي خيسوس. وش سبب مجيئك اليوم يا خيسوس؟ عندي خبر حلو لك، على الأغلب بيعجبك. تكلم يا خيسوس، وش هو هالخبر؟ أعرفك زين، خسارتك بخماسية قدام باريس للحين بحلقك وتبي تنتقم. خسارة نهائي دوري الأبطال ب5-0، شيء مستحيل أنساه طول حياتي. جايك بفرصة ترد اعتبارك وتنتقم. علمني بسرعة يا خيسوس، وش هي؟ رئيس الفيفا اقترح علينا نجمع أفضل لاعبين بالدوري السعودي ونلعب مباراة قدام باريس عشان نثبت له إننا أقوى من الدوري الفرنسي. ها؟ الدوري السعودي ضد باريس؟ إيه نعم، وأنا اخترت إننا أنا وأنت نكون اللي نمثل الدوري. ليش اخترتنا بالذات؟ وش السر؟ شوف يا إنزاجي، حتى لو إحنا منافسين الحين ودايم نتهاوش، ما نقدر ننكر إننا الأفضل بالدوري هالفترة، ولو جمعنا أقوى لاعبينا بنصير فريق ما ينهزم. طيب والاتحاد والأهلي والقادسية، وش بتكون ردة فعلهم لو دروا إن ما أخذناهم معنا؟ ما تشغل بالك فيهم، ولو احتجنا نثبت لهم شيء نلعب ضدهم. أصلاً الخبر سري، الموضوع بيني وبين رئيس الفيفا فقط. أبيكم تفوزون عليهم بنتيجة تاريخية عشان ما يتجرؤون ويتطاولون مرة ثانية على الدوريات الأوروبية. يعني تبغانا نمثل الدوري الفرنسي؟ إيه، لأني أشوفكم أقوى فريق بالدوري الفرنسي، ولو أضفنا معكم أي فريق ثاني ما راح يزيدكم إلا ضعف. مع احترامي، الدوري السعودي مو بمستوى ينافسنا، مواجهة كهذه بتكون إهانة أكثر من كونها مباراة. أدري بهالشيء، بس معليش نصبر على هالمباراة بس. تمام، أنا موافق، بنفوز عليهم فوز تاريخي ونوريهم معنا أوروبا وإنهم لسه صغار على هالمستوى. يا سالم، شوف نقدر نكسب باريس. الحين دورينا قوي مرة يا رونالدو، يعني نقدر نفوز على أي فريق. مثل ما قلت إن المنتخبات العربية تأهلت لكأس العالم، هذا دليل على تطور الكرة السعودية. ما تزعل يا سالم، ترى أمزح، أنت عزيز وغالي وقلبك طيب مرة. وش قاعد تسوي هنا يا هطف؟ قلت لك مليون مرة لا أشوفك بالمكان ذا. لا تفهم غلط، رونالدو جاء لهدف واحد، عشان نثبت إن الكرة السعودية تطورت. ما يهمني شيء، اطلع الحين يا هطف بسرعة. قلت لك أكثر من مرة ما نبيك هنا، ليه جاي؟ اهدأ يا البليهي، بالله عليك، أنا جاي عشان موضوع مهم، مو عشان أسوي مشاكل. مو شغلي، الحين روح عند جورجينا وقول لها عمي البليهي ضربني. بليهي، وش قاعد تسوي؟ وش هالكلام اللي تقوله؟ يا مدرب، هذا الهطف داخل علينا يتجسس ويبي يخرب. اسكت ولا كلمة، وبعدين من اللي عينك حارس أمن للفريق؟ هذه مو شغلتك. وسامحنا على اللي صار يا رونالدو، أنت تعرف البليهي عصبي شوي. عادي جدا يا مدرب، أنا أصلا متعود على هالشيء. المهم خلونا ننسى هالموضوع، بكرة بنجي عندكم عشان نسوي التشكيلة اللي راح نلعب فيها. أظني شفت جدي خيسوس ورونالدو داخلين مقر الهلال، بس طولوا مرة قوة. جدي خيسوس، رونالدو، أبي أقول لكم شيء. وش يبي هالثور يا جدي خيسوس؟ ما أدري، بس انتبه لا تفتح له طاري المباراة. يا شباب، وش قاعد تسوون هنا؟ جايين عشان تسوون مباراة بينكم ولا وش؟ مباراة؟ لا يا رجال، جايين نسلم بس ونمشي. معذرة، إحنا على عجلة ولازم نمشي الحين. والله ما راح تمر علي، واضح إنها مباراة بس ناويين تلعبون أنتو والهلال بس، ما راح أخلي هالشي يصير.
وش جابك عندي يا حمد الله؟ بصراحة ما كنت متوقعك أبدا. تدري وش قاعد يسوي الهلال والنصر؟ لا والله ما عندي أي فكرة. واحد قريب مني قال لي انهم ناويين يمثلون الدوري السعودي، كيف يعني؟ ما فهمت. بيلعبون مباراة ودية قدام باريس، والمشكلة انهم ما علمونا ابد ورايحين لحالهم يلعبون المباراة. طيب وش نسوي الحين؟ عندي فكرة، بس لازم تكون انت وفريقك معنا، ومعنا بعد الاهلي والقادسية. يعني بنسوي لنا فريق بعد؟ اصبر بس وبتعرف كل التفاصيل. يا شباب هذه هي التشكيلة اللي بنلعب فيها المباراة. لو سمحت يا مدرب، أقدر أسألك سؤال؟ اي نعم، تفضل يا ديمبيلي، وش عندك؟ الدوري السعودي ضعيف مرة يا مدرب، ليه نضيع وقتنا ونلعب ضدهم؟ أدري، بس هالموضوع جاي من فوق، رئيس الفيفا بنفسه طلبها، وبالأساس ما فيها شيء، نروح نلعب ونضحك عليهم شوي ونفهمهم إن أوروبا فوقهم بمراحل. يا مدرب عندي رأي ثاني بهالموضوع. تفضل يا فيتينها، وش رأيك؟ أنا أعرف كثير لاعبين يلعبون في الدوري السعودي مثل كانسيلو ونيفيز. إيه، وبعدين وش قصدك؟ ما يصير يا مدرب نستهين فيهم، تراهم خصم محترم. من جدك ضحكتني يا فيتينها، ترى حتى لو لعبنا ضدهم بفريق الصغار نفوز عليهم. بعد كلام طويل بيني وبين خيسوس استقرينا على هالتشكيلة اللي بننزل فيها المباراة. اسمعوا زين يا عيال، هذه بس التشكيلة الأساسية. أثناء المباراة نقدر نغير وننزل أي لاعب، فلا أحد يتحبط إذا ما لقى اسمه بالتشكيلة من البداية. إذا ما عندك مانع يا مدرب، أبي أقول شيء. تفضل يا وليدي رونالدو، قل اللي تبيه. يا عيال لعبنا ضدهم قبل 3 سنين وخسرنا بصعوبة، بس من ذاك الوقت ودورينا تتطور مرة. اليوم ما نرضى بشيء غير الفوز، مفهوم؟ وش تظن نفسك يا ثور؟ تحسب نفسك القايد علينا ولا وش؟ لبليهي ليش تقول كذا؟ الرجال بس يبي يحمسكم ويشعل فيكم الروح، لا أكثر. مو مشكلة يا مدرب، خله يقول اللي يبي. أظنه للحين ما فهم وش ناويين نسوي. وش تقصد إني ما فهمت؟ ترى أنا أذكى منك يا ثور. توقفوا الحين يا عيال، خلونا نركز على المباراة وبس وننسى أي شيء ثاني. متأكد يا حمد الله إنهم بيلعبون هنا؟ ايه متأكد، اسمع صوت الجماهير وتعرف بنفسك. إيه عندك حق. وينهم لاعبي الاهلي والقادسية؟ ليش ما جو للحين؟ والله ما أدري، قلت لهم كل شيء بس للحين ما جو. ما عليه، خلينا نبدأ أنا وأنت بالخطة. أول شيء ليه وافقت يا خيسوس نلعب المباراة بملعبهم؟ شوف يا إنزاجي، إحنا أقوى منهم وأنا واثق من هالشيء، وبنغلبهم إن شاء الله. عشان كذا ما أبي أحد يقول فزنا، لأن لعبنا بملعبنا. اي نعم كلامك صحيح وانا معك بهالشيء. وأنتم يا عيال إذا متفقين معانا بعد لا تنسون تضغطون لايك وتشتركون بالقناة، ويلا نوصل المقطع ل 1500 لايك. هالمباراة بتكون أسهل مباراة لعبتها بحياتي. الحين بتتعلم يا رونالدو إن دوريكم ضعيف مرة. مو معقول يا عيال، احنا بالاحتياط والبليه اساسي. واضح انها اختيارات خيسوس، ترى دايم يسوي كذا من ايام ما كان يدربنا. لازم نحترم اختيارات المدرب يا عيال، ترى جدي خيسوس بنفسه قال اي واحد ممكن يدخل باي لحظة. لازم نسحقهم من بدري، ما يستاهلون نضيع عليهم أي مجهود. شايفين؟ كنت متأكد إن المباراة بتكون سهلة لهالدرجة. كيف قدروا يسجلون علينا بهالسهولة؟ الفرق واضح، احنا أحسن منكم بكثير. ليه تضحك يا ثور؟ المباراة توها ببدايتها، ولسه بنوريك وش يعني الدوري السعودي. هذا تسميه دفاع، وبعدين أصلا هذا تسمونه دوري؟ صراحة أشفق عليك يا رونالدو، نهايتك تكون بهالدوري الضعيف. معلش يا رونالدو، خله يقول اللي يبي وإحنا نوريه بالملعب. صراحة يا سالم، أنت أكثر لاعب أثق فيه وأحبه. المهم يلا خلينا نوريهم ليه دورينا هو أفضل دوري في العالم. يا هطف، كنت تلعب مع ليفربول وبايرن والحين تلعب مع فريق ما حد يعرفه؟ وش دخلك أنا ألعب مع مين؟ والفريق اللي تقول ما حد يعرفه اليوم هو اللي بيفوز عليكم. قد إيش دفعوا لك عشان تترك أوروبا وتجي لها الدوري الضعيف؟ ترى أظن لو دفعت لك زيادة شوي كنت خليتك تجي تغسل رجولي بعد المباراة.
ساديو لا تعطيه وجه، خله يقول اللي يبي. لو انك رجال كان كملت تلعب باوروبا، بس واضح انك مو قدها، عشان كذا جيت لها الدوري الضعيف. الحين بوريك زين انا رجال ولا لا. يا ساتر، وش ناوي يسوي ساديو؟ الحين عرفت انا رجال ولا لا، ولا افقع عينك الثاني عشان تتاكد زين. ساديو وش سويت؟ مره ثانيه لا تغلط لا علي ولا على دورينا، والا ما راح اوقف عند عين واحده. المباراة صارت أسهل، وهي أصلا كانت سهلة. هل هطف الحين عقدها علينا؟ كيف بنكمل أكثر من 80 دقيقة وإحنا 10 لاعبين؟ كنت متأكد لو لعبنا إحنا الهلال لحالنا كنا بنكون أقوى. تقدر تكمل المباراة وأنت بهالحالة؟ اي اقدر يا مدرب، واوعدك اني بسجل هدف بعد. وقعنا في ورطة كبيرة الحين يا إنزاغي. اي والله ما كنا متوقعين هالسيناريو. مع كذا لسه واثق بلاعبينا إنهم بيفوزون بهالمباراة. لازم أسوي شيء، لازم أساعد فريقي، ما يصير أوقف أتفرج بس. ترى سالم مستواه بالفترة الأخيرة نازل مرة. قلت لك من البداية لا نلعبه، بس أنت اللي أصريت. لأنه وقت ما كنت أنا أدربه كان من أفضل اللاعبين، إن ما كان الأفضل. بس والله ما أدري وش سويت له يا إنزاغي. لسه الوقت بدري، نقدر نطلعه وننزل لاعب ثاني. لا يا إنزاغي، للحين أنا واثق بسالم، عندي إحساس إنه بيقدم شيء بهالمباراة. تعال يا بنزيما، شوف وش قاعد يصير للهلال والنصر. مساكين منجلدين 3-0 بأقل من 20 دقيقة. وهذا جزاهم يوم قرروا يلعبون المباراة لحالهم، ولا عطونا خبر ولا حسبوا لنا حساب. 3 أهداف ب21 دقيقة، ما كنت متوقعها أبد، بس والله ما راح أستسلم أبد. مسكين يحاول يسجل على أفضل فريق بالعالم، تتخيل فريق سعودي يسجل علينا؟ حكيمي تذكرني؟ ترى أنت كنت صغير مرة أيام ما كنت بريال مدريد، وكنت تحبني كثير. ما بعرفك ولا تهمني أصلا، والحين بنشوف مين الأقوى أنا ولا أنت. ما أدري وش مسوي فيكم هالفريق، ليه صرتوا كلكم كريهين لهالدرجة؟ جتنا ضربة جزاء بأحسن وقت ممكن، إن شاء الله نسجل ونرجع للمباراة بسببها. خيسوس شوف وش بيسوي رونالدو الحين. معقولة رونالدو بيسويها فعلا؟ تفضل يا سالم، خذ الكرة. ليه أنا؟ وش السالفة؟ لا تستغرب يا سالم، أبيك أنت تسدد البلنتي. أنا؟ ليه أنا بالضبط؟ أحسك أنت تسدد أحسن مني. عادي يا سالم، أنت محتاج هالبلنتي أكثر مني عشان ترجع ثقتك ونفوز بالمباراة. ذي مو من أخلاق هالثور اللي أعرفه عنه يعطيك ولده جونيور ولا يعطيك بلنتي، أكيد ناوي شيء. سالم لا تركز مع الحارس، ركز بالكورة، أنت قدها وراح تسجلها. مدري ليه مو أنت اللي تسددها، كم دافعين لك عشان تعطيه البلنتي؟ ها؟ وأنت وش دخلك؟ اسكت لا أفقع عينك الثانية. رونالدو حاط ثقته فيني والكل ينتظر. يا رب لازم تدخل، لازم أسجلها. لاعب سعودي يسجل علينا.
ترى حتى بدون حارس ما بتدخل. ارفع راسك يا سالم، باقي وقت كثير وراجعين عليهم بإذن الله. بنزيما خلينا نوقف. تبي نوقف الخطة؟ والله ما قدرت. سالم طيب مرة بكأس العالم للأندية كان أقربهم لي وأحسنهم معاملة. طيب وش بنسوي الحين؟ صح إنه مو معهم، بس بالنهاية هذول من دورينا، يلا نشجعهم. ما ادري ليه حتى واحنا متقدمين 3-0 مو مرتاح. ركزوا يا عيال، باقي 3 دقائق، نبي هدف الحين. عادي يا عيال، الهدف اللي سجلوه حظ لا أكثر. ايه يا مدرب، والله ما ادري كيف دخلت، بس مستحيل يعيدونها. يا مدرب اللعب هكذا خطر، الاستهتار ممكن يخليهم يرجعون. اسكت يا هطف، من أول المباراة وإنت ترجف، شوف أصحابك كيف واثقين. لا بس يا مدرب خليني أكمل. ما راح تكمل ولا شيء، وعشان أثبت لكم إنه المباراة سهلة راح أطلع ديمبيلي. وش فيك يا سالم؟ ضيعت البلنتي، لو سجلتها كان الحين نحتاج هدف واحد بس. عادي يا سالم، أنا ضيعت بلنتيات كثير بمسيرتي، الكل يضيع. المشكلة مو بس البلنتي، مستواي آخر فترة مو مثل قبل، مدري وش السبب. ركز بس على هالشوط، وأنا واثق راح تقدم مستوى زين. يلا قوم، باقي شوي ويبدأ الشوط الثاني. يلا يا شباب، اجمعوا كلكم دفعة واحدة. هذا هو بونو اللي أعرفه، ما يخلي ولا هدف يدخل عليه. اي والله دخل المود الحين، ما اظن يدخل عليه هدف ثاني. مستحيل لاعب سعودي يسجل علينا، واضح اني احلم. وش هذا؟ وش قاعد يصير لباريس؟ كيف تقلص الفارق لهدف واحد بس؟ لا تحلمون بالعودة، هدفين بالحظ بس، والحين راح تشوفون مين هي باريس. الصراحة ما سويت شيء بالمباراة هذه، لازم أسوي شيء. جدي خيسوس وإنزاغي وثقوا فيني وما أبي أخيب ظنهم. كنت أدري لو تهاونا باللعب بيرجعون علينا. لا تقول لي بنتعادل معاهم. مدري ليه طلعني المدرب، أول ما خرجت كل شيء تغير. يا عيال باقي 3 دقائق، الحين وقت هدف الفوز. لحظة، سالم بيسدد البلنتي مرة ثانية؟ ليه ما يسددها رونالدو؟ راح يكررون نفس غلطة البلنتي الأول. سالم يتوتر مرة بالبلنتيات. هالمرة ما راح أضيعها، مستحيل. مستحيل
مستحيل، خسرنا المباراة. عشان تعرف يا ثور إن الدوري السعودي صار قوي مرة، لا تستهين فيه مرة ثانية. لا تتفلسف يا هطف، فوزكم سببه خروج ديمبلي. اسكت بس، لو ما أخذنا بطاقة حمراء من بداية المباراة كان فزنا عليكم بنتيجة كبيرة. أصلا باريس ضعفت هالسنة، شكلي بنتقل للخطة الثانية. أبيكم الاثنين تكونون بفريق واحد، هالمرة ما راح نرحم الدوري السعودي.